بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. مصدع صداع رهيب، ماتش أسوأ ماتش في تاريخ الكرة المصرية، مش في تاريخ منتخب مصر مع فيتوريا بس، وأسهل ماتش لمصر. الناس دي لو تعرف احنا بنعاني قد ايه عشان نشوف الماتشات دي. يعني أنا دلوقتي في درجة حرارة 4 تحت الصفر في سانت كاترين، نازل من شغلي للبلد تحت 10 كيلو عشان أشوف الماتش في البرد ده، وطلعهم تاني. مفيش لعيب عنده دم في الملعب، من اول الشناوي لحد الدكتور بتاعنا البيه اللي احنا بنقول ده جاي عشان ياخد بطولة مع المنتخب مرة واحدة في حياته قبل ما يبطل كورة. أسوأ لاعب في المباراة، يعني مفيش. لو هياخد تقييم، احنا كنا بنلعب على رضا عبد العال في فيديو قبل كده، يعني لو في أقل من صفر ياخده. بدأنا بداية ممتازة وجبنا أسرع جون في البطولة السنة دي، الله أعلم هيجي قبل جوان بعد ولا لأ، أو أسرع منه ولا لأ. بداية ممتازة وجون في ثانية في الدقيقة الأولى، تمام مية مية، الدنيا حلوة. تعالوا نشوف الجون مع بعض كده الأول. 8 في الدفاع. كذلك النهارده رونالدو نجم نادي اتلتيكو مدريد النهارده بيشترك بعد غياب 10 شهور عن المشاركه في وسط الملعب. اللاعب جيلدو رقم 18، جيما رقم 21، امادي 16. ودي امامنا فرصه محمد صلاح وهدف اول، وفرصه وهدف اول، وفرصه وهدف اول عن طريق النجم. بعد كده سيبنا الكرة لموزمبيق. ليه؟ أنا مش عارف. يعني إن سايبين الكرة لموزمبيق ليه؟ أنا مش عارف يعني. وكان هيجي فينا جون الشوط الأولاني، محمد حمدي كان هيجي فينا جون اللي الشناوي شالها. وسايبين الكرة لموزمبيق، ما بنهاجمش. حتى كرة تريزيجيه على فكرة اللي جت في العرض، لو كانت جت جون كان هيتحسب اوف سايد، لأن في الأول أصلا كان تريزيجيه اوف سايد، أو مصطفى محمد كان اوف سايد. وبعدين بدأنا الشوط التاني نفس الطريقة، سايبين الكرة لموزمبيق لحد ما جه فينا جونين ورا بعض في دقيقة واحدة، غلطات عبيطة. يعني الجون الأولاني اللي جه فينا هنشوفه كده. هذه البطولة 33 لقب ما بين 15 دولة. مصر صاحبة الرقم القياسي ب7 ألقاب، ثم الكاميرون 5، ثم غانا 4 ألقاب، ونيجيريا 3، وكرة موزمبيق الخطيرة والهدف التعادل. هدف التعادل، كرة من الجانب أمامنا اهو. الراجل سرق محمد عبد المنعم وحجازة، وقف وسطهم وطلع حطها. يعني قمة الاستهتار اللي في الدنيا. مفيش لعيب. بنلعب على التصوير البطيء، يعني تصوير بطيء بس مسرعين الكرة سنة. يعني عارف لما تبقى بتلعب تصوير بطيء والكرة بتتحرك بالراحة كده عشان تتابع تحركات اللعيبة. لعيبتنا كانت بتلعب كده النهارده، وخصوصا محمد عبد المنعم بيه. ده الراجل ده واحنا مغلوبين 2-1، الكرة ضربة مرمى لنا، بيتمشى عشان يجيب الكرة فاول لنا. اللعيبة كلها بتتمشى في الملعب واحنا مغلوبين. دول لعيبة مصر دول. وبعدين الجون التاني بقى فضيحة. محمد عبد المنعم لا عارف يقطع، والراجل عدى من حجازي زي سلام عليكم، ورعى الشناوي وحطها بكل سهولة زي ما احنا هنشوف كده. 2013 و2015 غيبنا عن 8 نسخ في هذه البطولة. على طول لمسة المرة دي. المنتخب المصري هو اللي أعطى هذه الفرصة لمنتخب موزمبيق، اداله الثقة واداله الرغبة. ودي خطأ دفاعي وانفراد، وهدف تاني عن طريق نفس اللاعب. شوف بذمتكم الجون اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده جون يجي في منتخب زي منتخب مصر بيلعب له 2 قلب دفاع زي حجازي وعبد المنعم؟ لعيبة بطيئة جدا نازلين مستهترين بالفرقة. وزاد الاستهتار لما جبنا الجون الأولاني. حتى بعد ما جبنا الجون، يعني بعد ما جه فينا الجون التاني، ولا هو ايه؟ ولا حياة لمن تنادي. مفيش في الملاعب في الملعب عنده دم. المدرب وقف بره نايم. زيزو تايه من أول دقيقة لحد ما طلع. صلاح مش موجود، تريزيجيه مش موجود، الاتنين قلب الدفاع مش موجودين. محمد هاني في كرة اللي كانت هتيجي فينا جون للشناوي اتخبط فيها في العارضة دي. الراجل بيلعب عليك برجليه الشمال يا راجل. أي لعيب أشول ما بيعرفش يلعب برجليه اليمين. الراجل أنت فاتح له الخط يلعب عليه وقافل له قلب الملعب لحد ما اتعرضت وكانت هتيجي فينا جون. محمد حمدي يعني بيحاول على قد ما يقدر لحد ما ربنا سترها وجالنا ضربة جزاء، وربنا سهل. الراجل شغل دماغه سنة صغيرة ونزل كوكا الطويل عشان يلعب عرضيات كتير، وجالنا ضربة الجزاء اللي حضراتكم شايفينها دي. عن الوقت
وفي امور كثيره الحقيقه بتحدث من جانب منتخب موزمبيق هنا في اختبار صعب. محمد صلاح بتاريخه وبقيمته وبطموحه الدائم ووصوله ان شاء الله لهدف التعادل في القائم، وهدف التعادل وهدف التعادل. حتى بعد ضربة الجزاء ما جيت زي ما انتوا شفتوا كده، اللي كان صلاح هيضيعها ربنا سترها علينا الحمد لله عشان ما نتشلش. اللعيبه ما فيش عندها دم، يعني بيضحكوا علينا اساس انهم هيجروا هيجيبوا التالت يعني، وما فيش. ربنا يسترها علينا. لو كملنا كده هنطلع، مش هقول لكم ان احنا نصعد حتى احسن تالت. لازم اللعيبه يبقى عندها دم. ضحكتوا علينا وقعدتوا تقولوا لنا اللعيبه مستعده واللعيبه عندها حماس واللعيبه مستعده للبطوله وان شاء الله البطوله بتاعتنا. مش باين خالص. مش عارف اقول ايه، بس اقول لكم ربنا يسترها علينا. لازم نكسب الماتشين اللي جايين عشان نصعد اول، لان لو ما صعدناش اول وصعدنا تاني هنلاعب المغرب الدور الجاي على طول. لازم نصعد اول عشان نطلع من وش المغرب بدري ونقابلها متاخر شويه ونقابلها في دور الثمانيه. تمام. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.